السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا الكرام. أهلا مجددا بحضراتكم في قناتكم التعليمية محمد علي علام. إن شاء الله في هذه الحلقة نتعلم مع بعض معلومة information very important so much. معلومة مهمة جدا 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 يغفل عنها الكثير. خليكم معايا لو سمحت بعد إذنكم، طبعا الرجاء التركيز. هنا عندنا الجملة بتقول محمد. الجملة بتقول محمد write يعني يكتب. يبقى هنا عندنا الجملة تقول محمد write يعني يكتب. ذا اللي هي الألف واللام معرفة. homework. طب يا ترى هذه الجملة صحيحة أم خطأ؟ every day يعني كل يوم. ألون بمفرده. طب يا ترى يا شطور هذه الجملة صحيحة أم خطأ؟ نجد أن هذه الجملة خطأ جدا، وبها خطأ كبير جدا جدا جدا. فما هو الخطأ؟ الخطأ هو في كلمة right. الجملة هنا نلاحظ في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط. وما هو الدال على أن هذه الجملة في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط؟ عندنا كلمة every يعني كل. every يعني كل. every day يعني كل يوم. بالنسبة طبعا لكلمة every كل يوم، هذه الكلمة كلمة every من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. يبقى إذا لو احنا شفنا في الامتحان كلمة every day، أول ما نشوفها في الامتحان نعرف إن هذه الجملة في صيغة البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. وبناء عليه المضارع البسيط بيتكون من السبجكت اللي هو الفاعل بلس زائد الفيرب في الانفينيتيف اللي هو التصريف الاول للفيرب. يبقى اذا احنا كل اللي هنعمله هنقول محمد بدل رايت هنخليها رايتس، هنضيف هنا حرف الاس، هتبقى بالشكل ده رايتس. تم اضافة حرف الاس للفيرب رايت. تم إضافة حرف الاس للفيرب رايت فأصبحت رايتس. طيب ليه يا شطار؟ لأنه لاحظنا إن الجملة في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط بسبب هذه الكلمة، وهي كلمة every من ضمن الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. فإن في هذه الحالة لو الجملة في زمن المضارع البسيط بنستخدم الفيرست كونجيجيشن اللي هو التصريف الاول. هنا في هذه الجمله هو هنا مستخدم التصريف الاول رايت، ولكن خطا، لان هنا محمد بيحل محل الضمير هي، لان القاعده تقول ببساطه يجب اضافه حرف الاس للفيرب مع ثلاثه ضمائر، وهم الضمير هي والضمير شي والضمير ات. هنا بنلاحظ طبعا انه هي بمعنى هو، فطبعا شايفين السهم راح فين؟ شايفين يا شطار؟ شايفين السهم راح فين؟ رايح عند محمد، لان محمد بيحل محل هي وبتحل محل محمد. تمام يا شطار؟ يبقى اذا هذه الجمله ممكن الجمله تبدا ب subject على هيئه اسم كما في هذه الجمله محمد، وممكن الجمله تبدا الفاعل بقى يبدا على شكل برناون ضمير زي هي، يعني ينفع اشيل محمد واحط مكانه هي. he writes لكن ما ينفعش اقول he write. طيب نشوف جمله مع بعض، جمله اخرى. the lion الاسد eat بياكل the meat اللحمه sometimes يعني احيانا. alone يعني بمفرده. هنا برضه شطار نلاحظ ان كلمه sometimes من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. فهنا في هذه الحالة المضارع البسيط كما ذكرت منذ قليل بيتكون من السبجكت الفاعل. من هو الفاعل؟ اللي هو ربما أن يكون الفاعل على هيئة اسم زي محمد، أو ربما الفاعل يكون على هيئة ضمير زي هي. فهنا في هذه الحالة يجب إضافة حرف الاس مع هي وشي
وات. هنا طبعا الشطار شايفين اللايون الاسد، شايفين ماشي ازاي، شايفين السهم رايح فين، السهم رايح عند ات، لان اللايون الاسد غير عاقل، وات بتاتي مع الغير عاقل بمعنى انه او انها. فعشان كده ذا ذا اللايون ايت خطأ، الصح هو ايتس. eats. تم إضافة حرف الإس للفيرب eat. يبقى إذا شطار نعود نفسنا على هذه المعلومة، عشان مع الأسف في كثير جدا من أحبائي المشاهدين والمتابعين يعني يغفلون عن هذه الجزئية. يبقى إذا إن شاء الله في هذه المحاضرة اتعلمنا إنه لو الجملة في صيغة البريزنت سيمبل المضارع البسيط، أو في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، فإن في هذه الحالة يجب إجباري إضافة حرف الإس مع ثلاثة ضمائر. إيه هم ثلاث ضمائر يا شطار؟ الضمير هي بمعنى هو، والضمير شي بمعنى هي، والضمير إت بمعنى إنه أو إنها. طيب اتعلمنا كمان حاجة تانية، كمان معلومة انفورميشن مهمة جدا، انه الجملة دائما بتبدأ بالسبجكت الفاعل. الفاعل ده ربما ان يكون على هيئة اسم زي محمد، ده اسم، وربما الجملة يبدأ بها الفعل على هيئة برناون يعني ضمير. يعني هنا ينفع اقول هي، اشيل محمد واحط مكانه هي، يبقى هي رايت، لا هي رايتس، he writes. تم إضافة حرف الإس للفيرب، لأن القاعدة بتقول يجب إجباري إضافة حرف الإس مع ثلاثة ضمائر، الضمير هي والضمير شي والضمير إت. أتمنى تكون هذه المحاضرة البسيطة القصيرة حازت على إعجاب حضراتكم. أترككم في رعاية الله، وإن شاء الله بأمر الله مع معلومة جديدة.